النهارده بقى هاكلمك عن أداة مهمة جدًا، جدًا، جدًا لأي مُنشئ محتوى، أي content creator، أي حد شغال في السوشيال ميديا أو هو بيعمل محتوى دايمًا على السوشيال ميديا. أنت طبعًا طول الوقت هتحتاج أداة قوية في الanalytics أو في التحليلات عشان أولًا تحلل السوشيال ميديا أو المحتوى الخاص بيك، ثانيًا هتحلل طبعًا المنافسين أو تطّلع على السوق اللي أنت داخل بتنشئ محتوى فيه. فسواء بقى كان طبعًا على اليوتيوب أو التيك توك أو حتى الفيسبوك أو حتى الانستجرام، تقدر تشوف التوب كرييترز في مجالك، تقدر تشوف كمان التوب كرييترز أو المحتوى التوب اللي موجود في بعض البلاد. كمان تقدر بالكاتيجوريز تقدر تتصفح المحتوى ده على السوشيال ميديا البلاتفورم، سواء مثلا يوتيوب او فيسبوك او انستجرام او تيك توك او كده، وتبتدي تشوف معلومات كتير وارقام كتير عن محتوى بشكل او باخر، علشان تقدر تقرر ايه الموضوعات اللي انت هتتكلم فيها وازاي تتكلم فيها وازاي تنافس كمان على الامور دي، وايه اللي ممكن لو انت بدات تخش في مراحل المونتيزيشن او كده، ايه اللي كمان المحتوى اللي فايرال معاك ويقدر ان هو يجيب لك عدد من المشاهدات بشكل او باخر، وكمان اكيد يدر عليك ربح من المحتوى ده بشكل او باخر. طبعا احنا هنتكلم الفتره دي عن ادوات كتير قوي خاصه بالسوشيال ميديا وخاصه بالكونتنت مانجمنت، بس دي يعني من اهم الادوات، لان هي كمان الميزه فيها ان هي فري، تقدر تحصل على حاجات كتير فري، تقدر كمان تطلع تقرير كاستم بالنسبه لك، يعني كمان ما يبقاش فيه اي لوجو اي حاجه او كده، تحط فيه بياناتك او حاجتك، تبعتها بقى ان كنت تبعتها لعميل او تبعتها في الشغل عندك. بيوفر عليك كتير جدا وهيساعدك كتير جدا. جربوه وقولوا لي ايه رايكم، ولو عايزين تسالوا على اي حاجه او تكلموني في اي حاجه او تقولوا كمان عن ادوات شبيهه شاركوني طبعا في التعليقات، احنا كلنا بنستفيد من بعض، واشوفكم دايما على خير وبالتوفيق للجميع.